واحد من الأقطاب ليس فقط الكرة العربية ولكن على المستوى الإفريقي، لأن الرجاء من زمان يعني شعبيته تجاوزت المغرب وتجاوزت إفريقيا، بل هناك في أمريكا الجنوبية عندما استطاع نجمه في السماء البرازيل، وعندما تعرف أكثر الجمهور العالمي على اسم الرجاء ونجوم الرجاء وما فعله الرجاء أمام الريال مدريد والأسماء البرازيلية، ولكن أيضا حضور بصولات وجولات في افريقيا وفي مباريات وديه خالده، مسار طويل مليء بالانجازات ونجوم كبار حملوا قميص فريق الرجاء الرياضي. هنا الكره الاماميه والمتابعه الثاني والثاني جول جول الثاني لم يتاخر هذه المره جمال حركاس. هل نحن على موعد مع حصه كبيره؟ هل نحن على موعد مع فيستيفال اهداف 2-0 في ظرف ربع ساعة؟ مشاهدي الكرام، هو السجدة للمولى تعالى هنا من جانب جمال حركاس وبقية اللاعبين. انهيار مع البداية، وتساءل هل اليوم الرجاء في طريق مفتوح وبشكل مبكر نحو الانتصار؟ شوف الأخطاء، الكرة الأولى تضرب في القائم والثانية في متابعة من دون رقابة من جمال حركاس. هذه الإعادة مرة أخرى حمزة خاب، الكرة في القائم ولكن هنا متابعة ممتازة جدا من جمال حركاس في ظل غياب الرقابة. يعني مشاكل دفاعية لفايبرز، مشاكل في المراقبة لحسن الحظ جمال حركاس المدافع المحوري يسجل ثاني أهداف الفريق الأخضر. كرة لأورو، يعني تشعر بالمباراة كأنها تدريبية حتى الآن لفريق الرجاء، فريق واحد في الميدان. الكرة في العمق هنا للاعب حمزة خابة والركنية بعد ذلك. نعم، أول ركنية 10 دقائق هدفان. يعني ممكن نشاهد أهداف أخرى مشاهدينا الكرام في لقائي اليوم. حمزة خابة، سلامات حمزة خابة الذي تعرض لتدخل في اللقطة الماضية. هنا الإعادة، اللاعب مشى للكرة وهنا سقط حمزة خابة. ليس هناك خطأ في اعتقادي، ليس هناك خطأ لأن رجل اللاعب الأوغندي مشات للكرة، وبالتالي فيها ركنية الأولى لفريق الرجاء الرياضي. عندك فرصة كبيرة اليوم يا حمزة خابة، لما لا تسجل الهاتريك في هذه المواجهة؟ إذا هل يفعل حمزة خابة؟ ممكن طريقك مفتوح لتحقيق